عربة تنظيف أوتوماتيكية صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية، ابتكار أنتجه الباحث المغربي في الطاقات المتجددة إدريس أيت الحاج لتسهيل مهمة عمال النظافة. هنا في مدينة ورزازات الواقعة جنوب شرق المغرب، حيث تبلغ درجات الحرارة معدلات عالية تصلح لإنتاج الطاقة الشمسية، حرص إدريس على الاستفادة منها عبر لوحين لإنتاج الطاقة، علاوة على بطاريتين للتخزين ومحول للتيار الكهربائي ومكنسة أوتوماتيكية، إضافة إلى حاويات لفرز النفايات حسب طبيعتها. التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة البديلة زاد من الاعتماد على الطاقة الشمسية لكونها نظيفة، كتكون من أماكن لشحن الأجهزة الإلكترونية كالهاتف اللي بالدور ديالو أنه مرتبط بجهاز بلوتوث اللي كيخلي عمال النظافة أنهم كيستمعوا لمقاطع صوتية أثناء مزاولة المهام ديالهم. 6 أشهر كانت وقتا كافيا لإدريس ليتمكن من إنجاز مشروعه بتكلفة بلغت 3500 دولار من نفقته الخاصة. جرب خلال هذه المدة العربة عدة مرات، كما استخدمها في الأزقة والممرات الضيقة بالمدينة القديمة. وجدت هذه الآلة هذه كحل أمثل وأفضل لأنه يشتغل في ظروف أريحية أكثر، وكذلك بالنسبة للآلة أنها تم تجريبها في منحدرات وعقبات، والفعالية ديالها والمردودية ديالها كتعطي نتيجة. والحاجة اللي فيها كاع بزاف زوينة هي تعطي واحد الجمالية للمدينة. العربة واحدة من 20 اختراعا في مجالات البيئة والطاقة لهذا المخترع المغربي الذي يأمل أن يجد من يتبنى ابتكاراته من أجل أن ترى النور. بمقدور هذه العربة إذن أن تقي عمال النظافة حر شمس قائضة فوق رؤوسهم وأرض ملتهبة تحت أقدامهم في مدينة تصل فيها الحرارة إلى أزيد من 50 درجة. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة ورزازات جنوب شرق المغرب.